شعيب أرد ما يفهمي كل زمان ناشكي وداني تو بزمان ناشكي وداني تو بزمان كسنا لكل دمرن كسنا بكل دمرن كل جندبن جندبن تتاجبي على قرآن جندبن تتاجبي على قرآن هم قردن رنگ کورو شورشی سردکن کنادیان مدارشان سردکن کنادیان مدارشان کسنه بکردن مرن کسنه بکردن مرن کرد جندبن جندبن تتاجبی آلا قرآن جندبن تتاجبی آلا قرآن هم قردن من یهودی مسلمین دینیمان و پادیمان هر اجتمان دینیمان و پادیمان کرد و کردستان کسنه بکردن مرن کسنه بکردن مرن کرد جندبن جندبن تتاجبی آلا قرآن جندبن تتاجبی آلا قرآن راوی کرد را گوی سرفی و شیران بابقی نشیدکن تاجی جیهان بابقی نشیدکن تاجی جیهان کسنه بکردن مرن کسنه بکردن مرن کرد جندبن جندبن تتاجبی آلا قرآن جندبن تتاجبی آلا قرآن کردنون تر حاضر و آمادنه جان فدانه جان فدا هر جان فدا جان فدانه جان فدا هر جان فدا باش تماشاوانيجا مساء الخير مشاهدي بيز تي في الأكارم. في البداية لابد أولا أن نشكر من وراء الكنترول من عناصر الإخراج الأستاذ عبد الباقي الحسيني الأستاذة يسرى زبير الأستاذ خورشيد عليوي وكل الذين يتابعوننا يساندونهم من أعضاء الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا. تعلمون جيدا أحبائي الأفاضل أن مصير أي شخص أو فعل ما يحدده المقدمات أو المقومات السليمة لنجاحه، وعليه نتساءل هل نجح الساسة السوريون ومن يدعمونهم من المكونات الشعبية في الحفاظ على خارطتها الجغرافية الراهنة المرسومة بأيادي الدول الاستعمارية آنذاك مثل فرنسا وإنجلترا اللتان هندستا ونفذتا معاهدة سايكس بيكو التي رفضتها كافة المكونات والحكومات السورية والعربية معا، وطالبت وما زالت بهذا اليوم تطالب شعوبها بمقاومة تلك الاتفاقية التي يصفونها بالمشؤومة، ولكن حينما يرفضها الكردي لكونها أيضا قسمت وطنها الكبير بين 4 دول بالمنطقة ومنها سوريا، فآنذاك يعتبر الكردي انفصاليا، وتعتبر معاهدة سايكس بيكو كتابا مقدسا منزلا من السماء يتمسكون بها بأسنانهم وأظافرهم، وعليه يحلل إبادتهم واعتبار مدنهم كسلعة تجارية رخيصة يهدونها لمن يشاءون وفق لغة مصالحهم القذرة. وما القبول السري للنظام بالاحتلال التركي لمدينة عفرين الكردستانية السورية وأخواتها رأس العين وتل أبيض سريكاني وغرسبي، وبمشاركة قوى الائتلاف وميليشياته التكفيرية الإرهابية بتطبيق سياسة التغيير الديمغرافي وغيرها الكثير من الممارسات الإجرامية الممنهجة بحق سكانها الأصليين وهم الكرد الذين يشكلون المكون الثاني في البلاد بعد العرب الذين تناسوا
مدينة الإسكندرونة السورية وألغوها حتى في كتب تاريخهم المدرسية، فهل سيكون مصير مدينة عفرين وأخواتها كالإسكندرونة السورية؟ ذلك كله وغيرها من مواضيع الشأن السوري سنناقشها اليوم مع ضيوفنا الكرام الضيفين العزيزين، الناشطة السورية الأستاذة سميحة نادر، وهي ناشطة سياسية ومدنية ونشيطة بمنظمة الأمارجي. أهلا وسهلا بك أستاذة سميحة. أهلا بك، مرحبا بك أستاذ سليمان. مساء الخير للمتابعين ولك أيضا، وشكرا لهذه القناة اللي أتاحت الفرصة لنا نحكي شي كم كلمة بحق سوريا وبحق القضايا المتعلقة بسوريا. تفضل. نشكرك، نورتينا. نرحب كما بالسياسي الكردي والناشط المدني الأستاذ صلاح زيبار، وهو سياسي كردي عفريني معروف، حاصل على دبلوم علوم اقتصادية من جامعة زغرب عاصمة كرواتيا، ويعمل الآن كناشط مدني في تجمع المجتمع المدني بعفرين وناطق باسمها. أستاذ صلاح زيبار، أهلا وسهلا بك، نورتنا أستاذ صلاح. يبدو أستاذ صلاح ما بعرف في مشكلة بالصوت يعني؟ تمام، هلا طلع تماما. أستاذ صلاح نورتنا، مرحبا بك مرة ثانية في برنامجنا حوار. شكرا لهذه القناة على استضافتنا ولمناقشة الأوضاع إن كان في عفرين أو في سوريا كاملة، ونضع رؤية واضحة حول ما يتخذ بحقنا كشعب سوري بشكل عام والأكراد بشكل خاص. والكرد أستاذ صلاح، أهلا وسهلا. والكرد أستاذة سميحة نادر، نبدأ معك. نورتينا مرة أخرى. هل تتذكرين مدينة الإسكندرونة؟ كنا في بداية عمرنا بالمرحلة الابتدائية إلى الإعدادية إلى الثانوية وفي الجامعة ندرسها إنها مدينة سورية، ولكن بالآونة الأخيرة من عمر المقبور في قبره حافظ الأسد فقط حتى حذفها من الجغرافيا والتاريخ السوري. فهل برأيك اسكندرونة هي مدينة سورية وستعود لسوريا بداية؟ مساء الخير مرة ثانية، ومساء الخير كمان للأستاذ صلاح زيباري. لواء اسكندرون أكيد هو مدينة سورية، وكان المحافظة ال15 السورية، لكن أن تعود أكيد بالتأكيد لا، يعني لأن بالأساس اللواء انباع بيع بمقايضة معينة بين النظام السوري وبين أنقرة، لذلك لا يمكن أن يعود ولا يمكن أن نحلم أن يعود بعد هذه الاتفاقيات دولية. لا يمكن أن تتراجع عن المصالح اللي ممكن تحارب من أجلها، ممكن تشتغل كتير من شان هيك موضوع. يعني ما بعتقد أنه ترجع، لو بدها ترجع كان رجع مثل ما حكيت، يعني نظام الأسد لو بده يرجعها طبعا، أو كانت رجعت حتى قبل. يعني لواء اسكندرون راح من يعني نقص من الدولة السورية بسنة 39 وليس بجديد، بينما حافظ أسد لما باعوا أو قايض عليه فقط قايض على عدم المطالبة فيه. تمام. طيب إذا بدنا نحكي أنه هي مدينة سورية، اسكندرونة مدينة سورية، بس هل يعني الدولة السورية بخارطتها الراهنة سايكس بيكو رسمت بأيدي دول استعمارية، فترفض جماهيريا وسياسيا من قبل الحكومات والشعوب العربية، صح؟ طبعا كان يجب ذلك. كان يجب ذلك. طيب ليش حينما أنا الكردي وقت الأطالب أيضا برفض وندد بسايكس بيكو وأطالب بتحقيق حلمي في إنشاء دولتي ووطن على أرض تاريخية، لماذا أعتبره انفصاليا وإرهابيا؟
موضوع انه انفصالي او ارهابي او شيء يعني من هذا القبيل، يعني هذا الاستبداد بالاساس هو اللي علمنا، يعني نحن تربينا على ايادي ارهابيين بالاساس. يعني الاستبداد هو ارهابي من بدايه ظهوره. نحن تعرضنا للارهاب الاستبدادي من ايام الوحده مع مصر. يعني جمال عبد الناصر كان هو اول الدكتاتوريين المستبدين اللي حاول انه يدخل الارهاب على سوريا. قبل عبد الناصر كان يعني عشنا فتره ذهبيه فعلا بسوريا، لكن كل من يطالب بحقه في المنطقه برمتها يعتبر ارهابي من وجهه نظر الدكتاتوريات العربيه. طبعا سوريا يعني بدأ منذ استلم ما يسمى بالفكر القومي من الناصري، وحتى مع ظهور أفكار ساطع الحصري، ثم تكرست بأيام الحقبة البعثية الشوفينية وثم عهد الأسدين الأب والابن. يعني هذا ما سنعود فيه إليك أستاذة سميحة. نعود إلى الأستاذ صلاح زيبار. أستاذ صلاح زيبار، اهلا وسهلا بك مره اخرى. الله يسلمك. نفس السؤال، هل لك تعليق على كلام الاستاذه سميحه؟ وهل اسكندرونه هي مدينه سوريه؟ وهناك بعض المؤرخين الكرد وبعض والاوروبيين يقولون اسكندرونه اصلا هي مدينه كرديه سوريه. شو تعليقك؟ في الحقيقه لازم نعود قليلا الى الوراء، الى التاريخ. طبعا سايكس بيكو لم يكن فقط الفرنسيين والإنجليز، بل كانت حتى الإمبراطورية الروسية موقع عليها ومع دعم من إيطاليا. لكن الروس بظروف الحرب العالمية الأولى وبعد الحرب والثورة البلشفية هناك تركوا الأماكن، لأنه هن كان من حصتهم أنه يستلموا المضايق ما بين البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط. تركوا. بقيت انه الفرنسيين والانجليز بشكل خاص وساوى عمليه تقسيم المنطقه وعمليه انتداب. طبعا كان هناك معاهده سيفر التي كانت تنص على ان الاكراد في الدوله العثمانيه الذين كانوا في الدوله العثمانيه، الكرد الذين في الدوله العثمانيه، أن يكون لهم حق تقرير مصير. وفي 3-4 بنود من معاهدة سايكس بيكو، من معاهدة سيفر حول ذلك. لكن بعدها استطاع مصطفى كمال أتاتورك في معاهدة لوزان إلغاء هذه البنود وتم تقسيم المنطقة حسب ما أراده الفرنسيين والإنجليز والانتدابات. طبعا الفرنسيين وقتها أخذوا سوريا ولبنان بشكل عام، والإنجليز العراق والأردن وفلسطين، وهذه التقسيمات تمت. طبعا بعدها بعد التقسيمات أراد الفرنسيون وبطريقة ما الاتفاق مع تركيا، فطبعا تبادلوا، صار تبادل ما بين اسكندرونة وما بين منطقة عفرين. منطقة عفرين كانت تابعة لكلس التركية، وهناك صار تبادل انه عفرين ضموها لسوريا واسكندرون ضموها لتركيا. اما اسكندرون بحيث مناطق اسكندرون، فعندنا من عفرين تبعد حوالي 50 كيلومتر اسكندرونة. بالطرف الغربي من عفرين وهي في تركيا منطقة قرقخان تابعة لاسكندرونة، وهي البوابة إلى اسكندرونة من الناحية السورية. يعني من ناحية إذا بدك تمر من سوريا تروح على اسكندرونة بدك تمر من قرقخان. طبعا سكانها كلهم أكراد، مع العلم أنه الحكومة السورية، الحكومة التركية بعد ما كان في عنا بحيرة العمق، كنا نقرأها في التاريخ، بحيرة العمق قامت السلطات التركية بإزالتها، تنشيفها يعني، وصارت سهل العمق حاليا،
وجابت عوائل من شواطئ البحر الأسود لإسكانها هنا لتغيير الديموغرافي في تلك المنطقة. ولكن بقي لحد الآن معظم مناطق التابعة لإسكندرونة هم من الأكراد. وأعتقد أن مسألة الجغرافيا بالضبط هذه تحددها مقومات وظروف وإمكانيات. لسنا هلا بس من ناحية التاريخية. تاريخيا اسكندرونة وعفرين في علاقة جغرافية وتاريخية، يعني أنهم نعم الكردستانية. نعم، وهذا ما أقوله، أن اسكندرون عفرين قريبة جدا من اسكندرون وتحاذي قرقخان التي هي منطقة رئيسية ومدخل لاسكندرون، بما معناه نحن نصل عفرين نصل اسكندرون عن طريق قرقخان وقراها، والتي هي معظمها أكراد. فلذلك هي العلاقة، يعني عفرين تصل البحر عن طريق قرقخان إلى اسكندرون. هاي يعني جغرافيا تاريخيا هي بهذا الشكل. تمام. أستاذ سميحة، نعود إليك. يعني هناك أستاذ من يسأل، يعني بعض الزملاء بالاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد يسألون أنه أستاذ سميحة ما جاوبت على السؤال رفضها لسايكس بيكو وحق ومطالبة الكرد بحقهم في تحرير وطنهم في بناء دولتهم المستقلة كحق أي شعب يعيش على أرضه تاريخيا. لا يعني بعتقد، ما بعرف إذا ما سمع شو حكيت بالضبط. أنا حكيت إنه كل الأنظمة الاستبدادية بتعتبر كل من يطالب بحقه من الشعوب هو إرهابي أو انفصالي. بعتقد يعني ما في أكثر من هيك وضوح. يعني لا، أنا طبعا في سبيل أوضح، أنا شخصيا أعرف هيك، وأعرف أنت من أنصار حق تقرير المصير لكل الشعوب، يعني وتؤمني بذلك وتناضلي لأجل ذلك. بس للتوضيح حبيت أذكرك يعني أنه يعني أنا مع حق تقرير المصير لأي شعب إن كان. تماما أنا مع الشعب الكردي، الشعب الكردي واي شعب، يعني ليس فقط الشعب الكردي. يعني نحن تماما، يعني انا قصدي ومنها الشعب الكردي قصدي. تماما، يعني نحن منطقتنا فيها عده شعوب، يعني وليس فقط الشعب الكردي او الشعب العربي. في عندنا السوريان والاشور والكلدان، كلهم لهم حق تقرير مصيرهم بالكامل، وليس ولا الحق المجتزأ. لا يعني أنا ضد وأناهض أي حق مجتزأ. كل الحقوق الكاملة لكل شعب يريد تقرير مصيره بنفسه ولنفسه. وكل الاحترام والتقدير لسميحة نادر، ونحن نتمنى يعني أن لا تبقى نادر، لأنه فعلا الطيبين والوطنيين الأحرار نادرين في هذا المجتمع. ولكن نتمنى في اللقاء الآخر أن نسميك سميحة المفيدة، التي لكي يكون النادرون ويصبح المحترمون الأحرار كثر، يعني مفيدون لبناء الوطن. أستاذة سميحة، يعني هل عفرين ستكون مصيرها كالإسكندرونة، حتى كجولان التي أيضا حافظ أسد حينما كان وزيرا للدفاع ساهم في إسقاطها وأيضا في إهدائها لإسرائيل، يعني كما يقول أو يذكره كثير من الضباط والسياسيين في مرحلة حرب 67 يعني. يعني قبل ما أحكي بهذا الموضوع، بس في تعقيب صغير يعني على كلام الأستاذ صلاح، مع احترامي الشديد طبعا. موضوع عفرين يعني كأني فهمت منه عم يقول إنه لواء اسكندرون صار في مقايضة بينه وبين عفرين، يعني تعتبر عفرين هي مدينة تركية ولواء اسكندرون سورية. لا ما هيك قال، هو له حق الردها. لا ما هيك قال. قال يعني الأنظمة يعني حاولت مقايضة، يعني أنه روسيا طريقة بدون إرادة كل الشعوب. لكن تماما، لكن مو مع عفرين. يعني هيك صار بيحق إلا تركيا إنه عادي الموضوع، يعني أخذت بدل يعني عن عفرين، حتى عطتها له الحق بالتوضيح. أستاذ صلاح، نتمنى أن توضح النقطة أستاذ صلاح. يا سيدي عفرين طبعا
مي انه كانت كل المناطق هدول مثل ما قلنا كانت تابعه للامبراطوريه العثمانيه، مو انه تركيا الحديثه بما معناه، لكن مدينه عفرين او منطقه عفرين كانت حتى 1900 وتقريبا 35 36 تابعه لكلس، وبعدها صارت تابعتها لسوريا. طبعا الفرنسيين كان لهم دور في ذلك، فصارت تقريبا شبه مقايضه، ليست انه عفرين تبقى هي انه والله هي تركيا، نحن كل المناطق هي مناطق كرديه، اما كانت تحت حكم الامبراطوريه العثمانيه. وقلت انه معاهده سيفر حتى شملت انه الاكراد لازم يكون لهم استفتاء في حق تقرير المصير، لكن معاهده لوزان الغت ذلك وتم شو اسمه. وعفرين كمدينه 1926 لم تكن توجد عفرين كمدينه، كانت منطقه عفرين. المدينه بناها اول ما بنيت بنى فيها سرايا وسجن الفرنسيون، وبعدها اتسعت وصارت الناس يسكنون عفرين. فكان من المقرر اما ان تصبح مع بطلي او كفرجنة كمركز لهذه المنطقه، وكان اسمها ليس عفرين، وكانت تسمى بالكردي جاي كرداء او بالعربي جبال الكرد. وكانت حتى في الجغرافيا السورية تدرس وتبقى اسمها جبال الكرد إلى فترة طويلة، وبعدها غيرت باعتبار عفرين واقع على نهر عفرين، فصار اسمها مركز قضاء عفرين، فصار اسمها منطقة عفرين. طبعا هي المنطقة هي سكانها في المية أكثر من 95% هم أكراد، وحتى الغير أكراد القادمين إليها صار لهم أقل من 100 سنة، وهم بعض العوائل من العميرات والبوبانية، وبعض عوائل 7 من عوائل اجوا من اسكندرونة بعد ما اسكندرونة صارت تركيا. فيعني بس ما كان عندنا غير هدول العرب، يعني ما كان في عندنا مثلا شيء اسمه تركمان، شيء اسمه ما بعرف ايش من الأقليات أو القوميات الأخرى. يعني هذا كان واقع عفرين. طبعا عفرين لها 365 قرية ومدينة، سكانها حوالي 800,000، فيها أكثر من 5-6 آلاف مهندس، فيها حوالي بالمئات من الأطباء يقرب 1000 الأطباء والصيادلة، فيها حقوقيين يعني محامين وقضاة وكذا. حتى كان أحد القضاة الكرد وصل إلى مرتبة محكمة النقد في سوريا، عثمان الأستاذ عثمان محمد، وحتى آخر يوم يعني بقي مستأجرا بيتا في ركن الدين في الشام، ما كان عنده بيت لأنه كان إنسان عادل، وبهي الصفة وصل لمحكمة النقد، وبعدها اضطر ليروح على الإمارات، وهنيك طالبوه وعملوه مستشار. يعني عفرين كانت مركز حضاري، مركز ثقافي، مركز شو اسمه لجميع أقضية ومناطق حلب أو سوريا عامة يعني. بعدين عفرين شعبها مسالم، شعبها يحب أرضه، سموح. الإنسان الذي يزرع الزيتون الفلاح وينتظر 15 سنة أو أكثر ليأخذ محصوله، فهذا معناه هذا الإنسان هو صبور ومتمسك بأرضه ويرى مستقبله على هذه الأرض. هذه من ميزات عفرين. طبعا لا أريد أن أذكر ميزات فقط الإيجابية، هذه ميزات. سنعود إلى ميزات عفرين أستاذ صلاح. طبعا ذلك ميزات سريكاني وغريسبي سريكاني الكردي السوري وكل المجتمع السوري بشكل عام، وهي ميزات الريف السوري بالكامل يعني. تماما. فكنت عم بقول يعني كل لا كل السوريين طيبين يعني، الا هالعصابات اللي طلعت منها، يعني سواء كانت العصابه الاسديه او عصابه ما تسمى بالائتلاف يعني الذي
هنا سؤال آخر لك أستاذة سميحة. يعني في السابق كنا نتهم العصابة الأسدية بأنها تتاجر، بأنها تاجر يعني، وليس والتجار ليس لهم وطن، هو الربح فقط. والعصابة الأسدية جعلت سوريا مزرعة خاصة لهم، ولكن حينما ما اعترف ولو شكليا بالمعارضة طلعوا صرنا نقول الله يرحم أيام أسد. يعني الائتلاف وهيئة التنسيق صاروا كلنا يعني للأسف يتقون مع الأسدية، ونقول يعني إذا كان الأسد مجرما فخلف إرهابيا. يعني ما تعليقك؟ الآن هم شركاء تركيا في احتلال عفرين وسليقاني وطل أبيض وإدلب، وحتى يفاوضون عن تركيا بأنه هي حق تركيا من خط أيفور وما بعرف وما بعرف، يعني يعني شيء فعلا يخشعر لها الأبدان. يعني ما نلاحظه في هذه المعارضات. ما تعليقك؟ يعني إذا بدنا نحكي يعني ضمن المنطق أو الواقع اللي عشناه خلال 50 سنة الماضية بحكم تحت حكم الأسد الاستبدادي أو الدكتاتوري اللي ما ترك يعني ما ترك سياسي تشتغل ضمن سوريا. ما كان في سياسي فعلا هي يعني المعارضة اللي كانت تشتغل كلها صارت يا أما اغتيلت يا أما بالسجون يا أما، وكل حدا كان يعني قادر إنه يشتغل سياسي. مستحيل كان يقدر يعطي رأيه حتى. يعني نحن كلنا بنعرف المعتقلات كيف كانت ممتلئة بمعتقلي الرأي السياسي، معتقلي الرأي وأصحاب الكفاءات. يعني نظام ألغى كل الحياة السياسية ضمن سوريا. فمن وين بده يطلع لنا يعني معارضة تكون قد هاي المسؤولية اللي تتحمل ثورة فعلا؟ يعني بالثورة اللي صارت بسوريا انت ذكرتي السجون، سجونها اكثر افظع من سجون الاسد اجراما وتنكيلا بالمعتقلين. يعني معلش، يعني هلا نحن بدنا نحكي عن يعني هاي التربية البعثية اللي نحن تربيناها ضمن سوريا خلال هذه ال50 سنة. يعني وين بدها تروح؟ يعني ما معقول أنا تربيت بمنطقة كلها استبداد، كلها إرهاب. يعني إذا بدك تقول اسمك أنت ككردي، إذا بدك تحكي اسمك يمكن ممنوع تحكيه مثلا. يعني فهي أنا الهوية اسمي قرو ممنوع، مو موجود. يعني سليمان محمد المحمد قرو مو مسجل أصلا. يعني تماما تماما. فمن وين بدك تجيب هاي المعارضة اللي ممكن تكون وطنية فعلا وبتحب وطنها؟ يعني نحن ما تربينا على حب الوطن، نحن تربينا على الشعارات، على الانتماءات البهلوانية أصلا. فالمعارضة اللي اجت هلا حاليا واستلمت كجسد سياسي أو كصوت سياسي عن سوريا أو عن الشعب السوري أو بتمثل الشعب السوري سياسيا، هي تربية حزب البعث. فبالتأكيد راح تكون سجونها مو بس مثل سجون الأسد، يعني راح تكون لسه أقذر منها. يعني معارضة بتنشرى وبتنباع بالدولار. يعني كيف بدك إياها تكون؟ ما ممكن تكون هاي هيك معارضة تحكي باسم الشعب أو تحكي لمصلحة الشعب. يعني نحن ابتلينا بنظام يعني ديكتاتوري وبمعارضة مباعة لأجندات خارجية. يعني نص الشعب حتى صار مباع أو أكثر من نص الشعب. يعني حسب كلامك نحن السوريون بحاجة إلى تربية ثقافية جديدة تعيد لنا تعريف هوية الوطن، هوية معاني الوطن، هوية الديمقراطية، هوية الحياة الكريمة، هوية الحرية وليس الحرية اللي كنا نسمعها بوحدة حرية اشتراكية. يعني إذا نحن بحاجة إلى تحديد هوية جديدة، هوية وطنية تجمع كل السوريين دون أن يكون هناك ظالم ومظلوم. نعم 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 نعم. نحن نحتاج برأيك ما هي السبل إلى ذلك؟ كيف سنداوي الجرح العميق الذي عمره
يتجاوز نصف قرن؟ والله جوابه كتير بسيط وكتير يعني سهل انه نحن نعرف الجواب لهذا السؤال. لكن نحن من الاساس خلال هاي ال10 سنوات، يعني ما عاد بدنا نحكي على ال50 سنه، ال10 سنوات اللي صار قادر انه المواطن السوري او السوري، ما راح اقول مواطن لانه ما كان مواطن بحياته، السوري خلال هال10 سنوات صار قادر انه يحكي، حتى يحكي عن الظلم، يحكي عن الاستبداد، يحكي عن الارهاب، قادر انه حتى يميز بين الظالم والمظلوم. مع كل هذا نحن ما قدرنا نشخص المرض. لو قدرنا نشخص المرض كنا قدرنا نلاقي العلاج له. والمرض الوحيد هو عندنا هو التشرذم والتشظي، سواء ضمن كل القوى الديمقراطيه اللي بتدعي انها ديمقراطيه طبعا، وضمن حتى الشعب السوري نفسه صار في عنده تشظي. بالبيت الواحد بتحس انه مقسوم، يعني بتلاقي ممكن يكون اخين كل واحد ولاء لمكان. وهاي المصيبه اللي كانت اللي خلت انه نحن كل حدا سوري ينباع لجهه، كل جهه بتشتري مجموعه سوريين، وبالتالي ما ضل في حوار بيناتنا، ولا صار في حتى الاحترام، انفقد بين السوريين. المحبه ما أنا موجوده بين السوريين حاليا. يعني انا حاليا ما بشوف غير الا التخوين والتكفير، وهذا عربي وهذا كردي وهذا سورياني وهذا اشوري طب ما كلنا نحن سوريين، وكلنا نحن لازم تجمعنا الهويه العليا، هويه سوريا. وبعدين فينا نحكي عن الهويات الثانيه، يعني كقومه. طبعا في قضايا ضروري كثير حلها. طبعا هلا بدك تسالني عن القضيه الكرديه، اكيد يعني انا من 30 سنه يمكن. تمام. سأسألك سؤال آخر، وسألتكم إياه مرة بإحدى حوارات أمارجي، أنه إذا هناك فعلا في ظل هذا التشظي والوضع الكارثي، وهناك دعاوي أنه من قبل المعارضات الموجودة حاليا، التي للأسف دوليا تعتبر معترفة فيها وتتفاوض معها يعني كالائتلاف، هناك مفهوم أنه سوريا جزء لا يتجزأ من الأمة العربية. وانا سالتكم مره باحدى حواراتكم انه انا كسوري كردي سوري، كيف اذا كانت سوريا جزء من الامه العربيه وعضو بالجامعه العربيه؟ طبعا عضويه الجامعه العربيه ممكن هلا الان فعلا، يعني ممكن اسرائيل تطالب ان تكون عضويه بالجامعه العربيه، وتركيا تطالب من زمان ان تكون عضو بالجامعه العربيه، وليس لدى الكرد مانع ان تكون سوريا كالعراق يعني عضو في الجامعه العربيه، ولكن الاقرار بانه سوريا جزء من الامه العربيه هنا المشكله الكارثه. يعني بدنا نكرس عين سين، يعني عربي سوري اللي فعلا كان ده. بس السؤال انه هل يعني نحسن نعتبر سوريا بحد ذاتها مفهوم امه بدون ان تكون امه عربيه جزء من الامه العربيه؟ لا، انا فيني اخذ ممكن تكون بمفهوم الامه لكن ليست العربيه، لانه يعني في عده شعوب ضمن سوريا. يعني منفصله عن العربيه، امه وكيف امه غير عربيه، يعني امه سوريه مستقله لحالها. تماما، هي امه سوريه لانها متعدده الشعوب، متعدده القوميات، متعدده الطوائف حتى. يعني ما فينا نضل يعني بالنسبه للقوميات، يعني صعب تكون العربيه. بالاساس سوريا بحياتها ما كانت عربيه، يعني ايمت صارت اسمها سوريا او الجمهوريه العربيه السوريه؟ صارت يمكن ايام الوحده او قبل في الحقبه البعثيه. تماما. هي بالاساس كان اسمها الدوله السوريه، ولا بحياتها كانت عربيه يعني. وجغرافيه العرب والدول العربيه، والعرب منشأهم معروف في اليمن وشبه الجزيره العربيه، اصلا كل المنطقه عربيه. يعني سوريا اكيد فيها قبائل عربيه وفيها شعوب عربيه اكيد، وهي القوميه الاكثر. كل الاحترام لكل المكونات، كلهم كل الاحترام. استاذه يعني استاذه سميحه، سنعود اليك بعد ان ننتقل الى الاستاذ صلاح. استاذ صلاح، نتمنى وكما طرحت في اثناء التحضير للقاء استاذه سميحه، كنت اتمنى ان
يدافع الكردي عن العربي والعربي يدافع عن الكردي. وأنا فكرة عجبتني وأطرحها على الهواء مباشرة. الآن أتمنى، يعني نحن دائما الكرد نتهم العرب والسلطة بأنه العرب ظالمين وكذا، ومفهوم دائما نتمسك بمفهوم المظلومية العرب ألم يكن مسلمين مظلومين؟ ألم يكن يعني العربي حتى العلوي اللي على أساس السلطة علوية، حتى العلوي إذا كان معارضا لسياسة الأسد، لسياسة العصابة الأسدية، كان يداس من قبل عنصر استخباراتي شو ما كان دينه، يعني ممكن يكون ديري، ممكن يكون فلذلك يعني لماذا دائما نتهم العرب؟ يعني أليست هذه السلطة منفصلة، سلطة يعني لا إلى لون لها كالإرهاب، يعني سلطة لا لون لها ولا هوية لها يعني. أستاذ سليمان، شكرا على السؤال. أولا الكرد لا يتهمون العرب بأنهم الكرد يتهمون السلطات القائمة والتي ساهمت ب مثل ما نقول إيذاء وتعذيب والتحوير وحتى تغيير ديموغرافي في المنطقة. الكرد كانت لها مساهمات في سوريا بشكل عام. كان أول رئيس لسوريا محمد علي عابد كردي، ناصر كردي. كان هناك الأكراد لهم أدوار. طبعا سوريا مرت بعدة انقلابات عسكرية وهناك فترات حكم ديمقراطي، ولكن مع مجيء الوحدة بين سوريا ومصر، مجيء عبد الناصر الذي استغل اسم القومية العربية لسيطرة مع الأسف الإخوة المصريين على سوريا. وحتى في هذه الأثناء ففي سوريا سنة 57 قبل الوحدة بمدة تشكل أول حزب كردي، وكان 4 أشخاص من مؤسسي الحركة من عفرين و3 من باقي المناطق الكردية السورية. وفي عهد عبد الناصر تم زج جميع قيادات الحزب، ومن الصف الأول والثاني في سجون، وبعدها جاء البعث وأكمله. وهناك بدأ مرحلة تغيير الأسامي والقرى وكذا. فمثل ما هلا الأخت سميحة قالت إنه الاسم، فأنا اسمي زيبار، فكان عندي محل اسمه محلات زيبار، فقمت أكلت مخالفة لأنه زيبار اسم غير عربي. فأنا لا أتهم، ونحن كعامة الشعب الكردي لا يتهم العرب، بالعكس نحن أخوة. فكان دائما هناك، هلا نحن بعفرين كان عندنا جوارنا إن كان عزاز، تل رفعت، مناطق الأخرى، كنا جدا منسجمين ومتعاونين، ولا يوجد أي خلاف بين العلاقات الاجتماعية كانت جدا جيدة. لكن السياسات التي حاول البعض بأنه هي سياسات عربية، ما هي سياسات عربية. الحزام العربي الذي طبق لم يطبق فقط في منطقة معينة، طبق من شمال سوريا، يعني نقول من الجزيرة، مناطق الكردية كلها. لكن الأكراد حتى لما قاموا أول انتفاضة جدية ضد حزب البعث قامت في 2004، وكان ابتداء من القامشي وانتهاء بعفرين. لكن مع الأسف القوى الديمقراطية لم تستطع، انتهاء بزوربا بدمشق. أيوة، لم تستطع المساندة هذه الانتفاضة. وطبعا كانت سوريا تحكمها الأجهزة المخابراتية. هذه الأجهزة لم تضطهد فقط الأكراد الكرد، اضطهدت كل الشعب السوري. حتى في يعني مثل ما عم بتقولوا، نحن ما بريد أنا أذكر دائما كلمة علوي وسني وكذا، لكن حتى المناطق اللي كانت العالم بيتهموا انه الحكم منهم باسم العلوية، لا، الحكم مو للعلوية، الحكم لأسر من الساحل السوري لهم دور رئيسي فيها، بس مو انه والله العلوية عم بيحكموا او الفلان او علان، يعني هذا الموهب. بالإضافة لذلك كانت هناك حراك جدا لا بأس به من الشخصيات الوطنية، خاصة بعد 2002، انه إمكانية
إصلاح، إمكانية قيام إصلاحات في سوريا، إمكانية كذا. فكان هناك شخصيات بارزة، الأستاذ أكثر من عيسى، عارف دليلي، كان هناك الحركة الكردية الوطنية الكردية، كانوا مشاركين مع بعض، وكانت دائما هناك لقاءات تتم بين الجماعات. كانوا يحاولوا أنه بأسلوب سلمي يصلوا بلكي إصلاحات، لكن مع الأسف دور المخابرات والأجهزة القمعية كانت دائما ضدهم. وبعدين بداية الثورة في 2011 كانت المظاهرات وش اسمه كلها سلمية، ما كانت شو اسمه. لكن السلطات من تركت هدول الإسلام السياسي، أو ما نستطيع أن نقول عنه، تركتهم من السجون يدخلوا بين الشعب ويعملوا مشاكل، وصارت الصدامات، وصار تحول العمل السلمي أو المظاهرات أو شو اسمه السلمية إلى مناطق عسكرية. حتى الضباط الأوائل اللي انفصلوا عن الجيش السوري بقناعتي منهم ليسوا الآن في ما يسمى بالجيش الوطني السوري أو الائتلاف وما شابه. أن هذول ليس بجيش، ميليشيات إرهابية أستاذ صلاح. أيوة يعني صاروا هلأ المفارز هذول المسلحة، الفصائل المسلحة اللي تسمى بجيش الوطني السوري، هذول الفصائل عم بيقوموا بأعمال إرهابية ليست قليلة يعني. صراحة هنا سؤال، يعني هنا سأسألك سؤالا لريثما تعود الأستاذة سميحة نادر، وأتمنى من الكنترول أن يعيد الاتصال معها. أستاذ صلاح، أنت تحكي عن هذه الميليشيات الإرهابية اللي تسمى بالجيش الوطني وتابع للائتلاف، وتنسى أنك من خلال المجلس الوطني الكردي، والذي أنت أحد قضيت نحو نصف قرن من عمرك في صفوف الحركة الكردية، والآن جزء رئيسي وكبير هو المجلس الوطني الكردي شركاء عضو فعال بالائتلاف، فكيف ما يحصل من إبادة وتطهير وكل شيء في عفرين وسرقاني وجريسبي؟ مع الأسف وللأسف الائتلاف. نعم مع الأسف نحن الكرد في سوريا 15%، نحن في الائتلاف كم واحد؟ لا 20% مش 15. عفوا في إحصائيات خلينا نحن تقريبي، لأنه ما عندنا إحصائيات دقيقة، نقول الأرقام تقريبيا، وممكن أكثر طبعا من 15%، ما نقول أو أقل. لكن المهم كم هو تمثيل المجلس الوطني الكردي في هذا الائتلاف. بعدين هذا الائتلاف بدايته قامت المعارضة السورية فعلا بلقاءات وكذا، وتشكلت أجسام لا بأس بها، لكن مع الوقت الأجندات الدولية أو الإقليمية طغت وقضت على النفس الديمقراطي في هذا الائتلاف وغيره من المنصات تسمى بالمعارضة السورية. فقليل من المنصات من هو اليوم ديمقراطي ويؤمن ويحاول بنفس ديمقراطي مدني خلق أو إمكانية عودة سوريا إلى حالة مدنية. يعني هذا هو الوضع الحالي. فالأعمال مثلا لما بتقوم، إذن يعني أخوانك أبناء بني جلدك شركاء في آلامك، في ما يحصل بعفرين والمدن الأخرى سرقاني. نعم بطريقة غير مباشرة، لا نقول شركاء، لكن ليس لهم تأثير ولا يستطيعون، ولحد الآن مواقفهم ضعيفة. لا خلينا نكون واضعين، نضع النقاط على الحروف. حينما تكون عضوا في هذا الائتلاف والميليشيات تابعة للائتلاف فأنت شريك يا أستاذ صلاح. يعني هذه الميليشيات اسمها تابعة، شكليا تابعة للائتلاف ولا تعتمر بأمر الائتلاف، إنها ميليشيات مرتزقة. فلما بتقوم الميليشيا هي بتروح على ليبيا، بتروح على كرباغ،
بتروح ما بعرف لوين. فهدول لم يبقوا ميليشيات أو فصائل مسلحة أو جيش وطني سوري، هذه أصبحت مرتزقة يعني في كل مكان. صراحة حتى الكيان الائتلاف السياسي يأتمر بأمير المؤمنين أردوغان يعني. نعم قلت لك الأجندات لما بدأت الأجندات الإقليمية إن كانت تركية أو غير تركية بالسيطرة على هذه شو اسمه. فنحن طبعا هاي كلها كانت بجوز أحيانا من أشخاص رد فعل، لكن الظروف الدول العربية اللي ساندت المعارضة بما معناه أين وردنا أستاذة سميحة من جديد يعني كان قطر أو غيرها قطر أو غيرها، فهدول كلهم دعموا الإسلام السياسي، لم يدعموا المعارضة الديمقراطية السورية. المعارضة الديمقراطية السورية كذلك كانت ضعيفة بحكم أنه 50-60 سنة عاشت في ظروف ديكتاتورية لم تكن لها الإمكانيات اللازمة. فلذلك يعني بتريد هلأ حاليا بشوفنا عم نحاول بطرق وبأسلوب التجمعات المدنية، بأسلوب اللي شو اسمه أنه نحاول يعني تنوير الشعب، تثقيف أنفسنا بالعمل المدني، بالفكر المدني، مو فكر شو اسمه، لكي نحافظ على وصول إلى حقوق هذه الشعوب بشكلها المدني الديمقراطي، إن كان بحق الإنسان بالعيش، حق الإنسان في السكن، حق الإنسان في إبداء الرأي، حق الإنسان يعني. طبعا هذا العمل هو ما نحاول أن نقوم به، ومشروعنا نحن يعني كتجمع التجمع المدني في عفرين هو أنه نحاول كمشروع، لا مشروع مرحلي لمقاومة سلطة معينة، لا، مشروع لمستقبل يكون فيها شعبنا يقوم ويفهم المدنية ويقوم بأعمال مدنية، ونحافظ على مدنية الأمور طبعا في ظل إدارة ديمقراطية، إدارة مدنية تكون يعني تخدم الشعب. وهذا طموحنا ونعمل من أجله، وهذا ليس بالعمل اليسير، ففيه صعوبات كثيرة، ولكن إرادتنا إن شاء الله ستكون قوية لنتعاون مع جميع المخلصين في سوريا وفي مناطقنا الكردية لكي نصل إلى هذا الطموح. يعني هذا نعم، ليس شعبنا مسامح، وسنعود إلى سميحة لكي تسامحنا على إطالة البقاء مع أستاذ صلاح، ولكن نحن لنسامحك لأنك انقطعتي وانقطع عندك. نورتينا من جديد أستاذة سميحة. أستاذة سميحة، حقيقة يعني في ظل، خلينا نكون واقعيين، يعني السياسة فن الواقع وقول الحق يعني والحقيقة، وليس فن الخداع والكذب. يعني نحن هيك تعلمنا يعني هذا السياسة الآنية فن الخداع والكذب وما بعرف شو، ممكن تكون منتصرة لفترة محددة، بس فن الواقع والحقيقة في ظل هذا الجرح العميق والعداء. خلينا نكون واقعيين، نسمي الأشياء بأسمائها. يعني الشرخ العدائي أو الفكر العدائي اللي صار بين المكونات السورية، واقصد بكل المكونات يعني، وحتى بين المكون انت يمكن تفضلتي قبل شوي ضمن الاسره الواحده اخ مع اخوه صار حقد. يعني الم برايك ينتفي كما يقول احد اطباء الساحل، طبيب مشهور نسيت اسمه، انه ينادي ابناء الساحل: لماذا انتم تدفعون بشبابكم وارواحكم لاجل مناطق ليس لكم؟ لماذا لا طبيب يعني مشهور انه لماذا لا نعمل دولة لحالها؟ يعني حتى ذكر تشبيه جدا عجبني، يعني قال: نحن وراء أصحاب لوحة دواب. يعني أليس هذا القول واقعي؟ يعني أنا إلى متى بدي أتمسك بالوطنية وروحها معدومة في مجتمعنا صارت؟ يعني وقت أشوف بني وطني يساهموا في ذبحي، في نهبي، في سرقتي، سواء في عفرين، في سرقانين، في جريسبي. كنا نقول النظام، والآن ابن المجرم طلع إرهابي أكثر. يعني فلماذا أليس الحل يعني
فيما يقول ذلك الدكتور أنه كل مكون في البداية على الأقل، يعني إن لم نقل منفصل، على الأقل تكون سوريا دولة لا مركزية. كل مكون يعني دولة مركزية، خليها اسمها سوريا كموجودة، يعني دمشق عاصمتها أوكي، ولكن كل مكون يبني حياته بإقليمه بإرادته. يعني ما تعرف كون واقعيين، يعني هذا مو كلامي، هذا كلام غالبية السياسيين. طبعا حتى الشيخ عفوا دروز يعني مو شيخ العقل بس، اللي يعني في دروز اللي في المشيخية اللي بإسرائيل كمان طالبت بذلك يعني. والكرد أنا أقول الكرد كمان يطالبون يعني لذلك، والعربيين بشكل، والمسيحيون نفس الشيء يعني اضطهدوا كثيرا. فيعني هناك صار شرخ وجرح عميق يصعب التئامه في هذه المرحلة. يعني ليس هذا بواقع. هل كنا وطنيين أساسا حتى لا نطالب بالوطنية؟ نحن لم نكن وطنيين يوما، لم نتعلم معنى الوطنية، لم نتعلم محبة الوطن والدفاع عن الوطن. لو كنا وطنيين حقا لما وصلنا إلى هذا المآل أبدا. لو كنا وطنيين. ما تفضلت به طبعا الطبيب هو الطبيب ناصر النقري. تماما قرأت المقال الصور الكيماوية وضعف الذاكرة يعني. تماما قرأت المقال وسمعت كمان عن كمان أستاذ أنا لم أعد أذكر اسمه من السويداء أيضا يطالب بدولة درزية. ناصر النقري يطالب بدولة علوية. ما بعرف مين عم يطالب بدولة كذا ودولة كذا. أنا مع الكرد أرحم، الكرد ما طلبوا بدولة، طلبوا بفيدرالية. تمام. أنا مع النظام اللامركزي، مع الفيدرالية السياسية وليست الفيدرالية الطائفية أو القومية. أنا مع الفيدرالية السياسية نعم، وأعتقد هو الحل الوحيد لسوريا المستقبل. هو الحل الوحيد، النظام اللامركزي، الفيدرالية السياسية، وليست بما ينادون بفيدرالية طائفية أو قومية. ضد أنا هاي الفيدراليات بصراحة. تماما، يعني ما في بالعالم كله دولة شيء اسمها دولة قومية صرفة. يعني هناك كل الدول العالمية فيها مكونات يعني. فلذلك دولة المواطنة الحقيقية، دولة القانون، دولة السيادة الوطنية. وللأسف نحن فاقدين كل شيء، ما في عندنا سيادة ما شاء الله. بسوري ما ضل عيد بإيده أي شيء. أستاذ صلاح، نحن طلعنا أرحم، يعني نحن لم نطالب حتى بدولة. يعني برأيك هل تراجع المجلس الوطني الكردي عند رغبات الائتلاف السوري حينما يقول لا مركزية وهيك مصطلحات وتخلي عن الفيدرالية، هل تستطيع أي قوة كردية مجاراة الطرف الآخر لمصالحها الحزبية ضيقة أن تتنازل عن مطالب الشعب الكردي وهي الفيدرالية بسوريا الجديدة القادمة؟ شكرا. على كل، أنا أريد أن أوضح أن دولة مثل ألمانيا فيها 16 مقاطعة فيدرالية. دولة أمريكا فيها 50 ولاية فيدرالية. بما معناه لماذا نحن في سوريا نخاف من اسم الفيدرالية أو في هذا منطقة الشرق الأوسط؟ فنوع يسيطر طبعا هذه الثقافة الدكتاتوريات التي فرضت أن نخاف من بعضنا البعض، نخاف من كلمة فيدرالية. لماذا نخاف من كلمة فيدرالية؟ عندما يقول الشعب الكردي يطالب بالفيدرالية ليس معناه ما بعرف شرخ كبير، لا بالعكس، يطالب بلامركزية واسعة تكون بشكل فيدرالي يخدم جميع الطوائف والشعوب في المنطقة وفي سوريا. فلذلك لا يوجد خوف. أما تراجع هذا الحزب أو ذاك أو في هذه الفئة أو تلك عن أي مطلب من مطالب الشعب، فهذا حسب سياسة ذلك الحزب أو حسب سياسة ذلك الاتجاه. إنما بشكل عام نحن نقول أننا يعني نطالب، مثلا نحن نطالب ولحين
تحقيق هذه الأمور ولحين تحقيق ما يجب أن تكون عليه مستقبل سوريا. نحن مثلا في منطقة عفرين أو حتى سريكانية أو يعني رأس العين وتل أبيض نطالب بحماية دولية، لأنه عمليا نحن بطريقة ما محتلين من الأتراك ولو باسم فصائل غير. لما بيكون قائم مقام عفرين تركي، لما بيكون الوالي الذي يشرف على عفرين من تركيا، معناه بطريقة مباشرة أو غير وليس مباشرة. عفرين فقط، يعني في تل نقول أبيض، أنا في أقول رأس العين، تل أبيض قلت لك ورأس العين وهذه المناطق كلها، فبما معناه حتى يعني بإدلب. هنا هي إدلب محافظة ككلها، تمام. وهناك قواعد عسكرية تركية في هذه المناطق. يعني لا أنه والله بس مدنيين، لا، قواعد عسكرية وجنود بالإضافة مثل ما، لكن هم يحاولون، لأنه لما بقولوا احتلال فبكون عليهم واجبات، لأنه على المحتل واجبات كمان، فهن يريدوا يبتعدوا يغمضوا عيونهم عن كل هذا النوع من التعسف والاضطهاد. يعني شو معنات كل يوم تعتقل كذا بتهمة انه والله عمل فلان او كان معناه مع تكريس التغيير الديموغرافي، تكريس فكرة التغيير الديموغرافي. نعم نعم، هذا تكريس هذه العملية. فيقول لك الآن في بعفرين كذا نسبة تركمان، كذا نسبة. أنا قلت لك أنا عم بحكي عن عفرين، طبعا مو بس عفرين، هيك مناطق الأخرى كذلك. فتغيير ديموغرافي، فنحن ليس لنا أي مانع ونستقبل نحن إن كان هناك نازح أو لاجئ من الغوطة، لكن أن يكون بشكل منظم، تقام لهم مخيمات، تحترم حقوقهم. لكن أن يدخلوهم بواسطة العصائب المسلحة إلى بيوت الناس وأملاك الناس واضطهاد الناس، هذه هي المشكلة الكبرى. يعني المشكلة أنه عم جيبوا هذول بالقوة. هذه المشكلة إن شاء الله سنجد حلها عند أستاذة سميحة. أستاذة سميحة، هذه المشكلة أو المشاكل التي تسببها تركيا وكل الدول المحتلة، ما في دولة بالعالم وإلا ما عم تلعب بالساحة السورية لعب كما تريد، يعني كأنها ساحة فوتبول لهم للجميع يعني. ولكن تحديدا تركيا تحتل الآن تقريبا أكثر من ثلث سوريا، يعني محافظة إدلب كاملة، عفرين، تل أبيض، رأس العين، وتقوم بعملية التغيير الديموغرافي. عم نسمع حتى عم بيجيبوا من الصين الإيغور، أعضاء حزب الإيغور اللي جذور التركمان. طبعا على فكرة سيرة التركمان يعني ما بعرف، كنا في سوريا ما بنسمع إلا اسم تركمان، مع كل الاحترام للمكون إذا كان هناك، ولكن تركيا كلها، كل وجود تركي يعني 400 500 سنة، يعني 5 6 قرون تركيا وجد، ولا بالأصل تركيا كلها مجموعة قبائل أتت من بلغاريا، و يعني ما في شيء اسمه قومية أو عرق تركي، يعني حتى نكون في عندنا تركمان عبارة عن كانوا بقايا خدم العثمانيين في سوريا، يعني الآن عم بيقولوا مليون وما بعرف شو، كلها ما بيطلعوا يمكن 100 عائلة بكل سوريا وليس فقط بإقليم كردستان سوريا. أستاذ سميحة، في ظل هذه المشاكل والتغيير الديموغرافي، برأيك هل يستطيع الشعب السوري، أبناء هذه المناطق تحديدا التي تباد بأياد عنجهية عنصرية شوفينية، هل ممكن إصلاح ما يفسده هؤلاء يعني، وتعود عفرين للعفرينيين وجلسبي يعني تل أبيض للتركمانيين، وتعود بالنهاية سوريا لسوريا؟ هل ممكن يعني قريبا؟ هذا سؤالي ما قبل الأخير. هلا ممكن. انا حكيت من البدايه انه هذا كتير جوابه سهل وبسيط، انه لما السوريين بيتحدوا على كلمه وحده، صوت واحد، على هم واحد، على هويه وحده، والهويه العليا، بعتقد يعني وما عاد يعني ينشروا وينباعوا كما نرى الآن. بتلاقي كل فصيل يعني هو له أجندة خاصة فيه، كل كيان ما يسمى يدعي نفسه أنه معارضة
أيضا له أجندات كثيرة واحتلالات كثيرة، وهذه الأجندات كلها احتلالات في سوريا شعبنا ما جميعها. تسميه معارضة، مع احترامي لللفظ سميها شعبنا يسميها معارضة مرتزقة. معلش أنا آسفة، يعني أنا ما يعني بدي سميها كما هي تسمى أو تدعي نفسها. لا نحن الإعلام مهمتنا ننقل صوت الشعب يسمون هكذا يعني. لا أستطيع. على كل الأحوال أيا كانت تسميتها، ولكن عندما قلت سابقا عندما نشخص العلة نرى الدواء الشافي لكل السوريين. نحن 10 سنوات لم نعرف أين هي مصلحة السوريين. كل السياسات الخارجية، يعني لما روسيا بتنبش موضوع اتفاقية أضنا من جديد، يعني طالعتها على سطح المي، شو هدفها لروسيا انه تطالع هيك سيري، يعني سيره اتفاقيه اضنا، مع انه ان اتفقوا خلاص اخذت لواء اسكندرون يعني تركيا. ليه عم تنبشها؟ بتعرف انه في عندها هي في لها مصلحه مع تركيا، بدها تمشي مصالحها. نحن السوريين ما بنعرف وين مصالحنا لحد الان، ما عرفنا وين هي مصالحنا حتى نشتغل عليها. لما بنتعرف وين مصلحتنا نحن، انه مصلحتنا انه تكون سوريا إلنا نحن السوريين، وليست لأنظمة ديكتاتورية، وليست للإرهابيين، وليست لأصحاب اللحى، وليست للإسلاميين حتى. ببداية ثورتنا كانت ثورة فعلا نظيفة، وكانت ثورة شعبية فعلا، كان حراك شعبي حقا. لكن لما دخلوا 4-5 شهور الأولانيات تماما، لما دخلوا الإسلاميين، وبعتقد يعني أصلا دخول الإسلاميين ما هو بعيد كان عن النظام. يعني لما النظام بيقتل غياس مطر بالسجون وبيطالع زهران علوش أو الجولاني، معناتها يعني هو اللي صنع. يعني ما بعرف، أنا شخصيا أشك حتى بالثورة، لأنه الثورة اللي تبدأ بالجامعة وتنتهي بالجامعة ليست بثورة يعني وأنا هيك اللي بدها تكون يعني. معلي هلا يعني نحن كلنا كثيرين علقوا على موضوع الثوره انه طلعت من الجامع، او الثوار او المتظاهرين طلعوا من الجوامع. انا كنت بتحدى اي حدا انه يطالع اي تجمع من المركز الثقافي مثلا، من المدرسه، من الجامعه. انا لماذا اقول ذلك؟ كان اذكر لك تحديدا حديث لعرعور. كان عندي برنامج في سوريا الشعب اسمه دنجي ازادي اللي قدمته يوميا لمده سنه وشهرين على فضائيات سوريا الشعب، اللي تأسست بعام 2011. وكان برنامج الذي يلي برنامجي الشيخ عرعور، فنلتقي أحيانا عم 5 دقائق 10 دقائق. فإحدى بصلاة الاستراحة سمعته يقول: على النساء العلويات والكرديات سيكون جواري لكم. نعم. تحديدا وقت ذلك فاجأته، شافني هذا وكان يدعي أحيانا ممازحا انه انا زوجتي الثالثه كرديه، ما بعرف شو من كرد حمالي، يعني ذات جذور يعني مقصد. قلت له: كيف يعني بدك تخلي زوجتك جاريه لمين يعني؟ فانت كنت تقول يعني طبعا لا، قال لا الوطنيين وكذا. فانا كيف يعني، وهذا عرعور شيخ يعني، وفي عندنا عراعير طلعوا عراعير. فلذلك نقول اللي بدت يعني كيف بدنا نسميه ثوره، وطلعت من خريجي من تحت ايادي هؤلاء مثل عرعور وغيره. لما طلعنا ببدايه الثوره ما كانت تحت ايد العرعور ابدا، ولا كانت تحت ايد مشايخ. انا عايشت الثوره 5 سنوات على فكره يعني، وحتى عايشت الفصائل الإسلامية برمتها. يعني أنا عشت بمنطقة كان فيها داعش، كان فيها النصرة. أنس العبدة أحسنهم أنس العبدة. ماذا تتوقعين من أنس العبدة؟ تماما. يعني أنا عايشت الثورة من بدايتها، وعايشت حتى أسلمتها وعسكرتها وعايشتها بالكامل. يعني حتى كان عندي مركز طبي أنا بمنطقة من مناطق ريف حمص. لكن وبالرغم أنا يعني حسب ما يقال أنتمي لطائفة من الأقليات
لكن عايشتها. العلوية نفتخر، هذا شو ما بتفرق شو ما يعني، نحن بالنهاية قلنا الإنسان يولد إنسانا قبل أي شيء، نحن إنسانا ثم تأتي قومية قبل الدين يعني. تماما. أقول الأقليات بحسب ما يقال، ولست أنا لا أنتمي لا لطائفي ولا لقومي، أنا أنتمي فعلا لسوريا ولا أعترف بالطوائف. سوريا حتى ننتمي لإنسانيتنا، إنسانية الإنسان تماما. ندرس في معاهد التنمية البشرية، هل أنا وأنت ببشر أم إنسان؟ فيجب أن نكون فعلا أناسا يعني. الآيات القرآنية والإنجيلية والتوراتية تقول يا أيها الناس، ما تقول يا بشر يعني. صح. كمان تفضلي. صحيح. فبداية الثورة أنا كنت حدا من الناس أنا انتظر قدام الجامع لأطلع مع المتظاهرين كتار. كل الناس اللي كانت تطلع مظاهرات، اللي ما بيفوت بيصلي بالجامع كان ينتظر قدام الجامع. ما كان في إمكانية أبدا يعني، هذا النظام ما يعني كان ممنوع ل3 4 أشخاص يجتمعوا سوا. فكيف بدك تطالع مظاهرة مثلا من الجامعات أو المدارس أو المراكز الثقافية أو ما في مجال للتجمعات غير بالجوامع. وكانت فعلا مظاهرات شعبية أقول، وليست إسلامية. كان موجود من كل القوميات ومن كل الطوائف، وأنا شاركت فيها وبعرف مين اللي شارك فيها. فموضوع إنه طلعت من الجوامع هيك بدها تصير ثورة، لا بالعكس. حتى أنا برأيي يعني هدول 10 سنوات اللي مضوا هلا علينا، برأيي أنا كان لازم يصير بسوريا هيك، لازم يصير رغم كل التضحيات. طبعا أكيد الشعب السوري قدم تضحيات بما لا يقاس يعني، أكثر ما بعرف يعني فوق مليون شهيد، فوق مليون شهيد تماما. لكن كان لازم تصير لأنه ما ممكن يعني نضل يعني نحن هذا الشعب اللي إبلان بهيك نظام استبدادي حاكموا كل هاي السنوات الطويلة، وصار مثل المملكة، صار في خلفاء أو مثل الخلافة يعني. هدول يعني مثل الخلفاء الراشدين، في خليفة أول وخليفة ثاني وخليفة ثالث، ورح ننتظر إسا لأحفادهم يعني رح يحكمونا. ف قدم الشعب السوري تضحيات. حافظ الثاني وحافظ الثالث بدنا تماما. لكن كان من الضرورة جدا أنه تصير هاي الثورة. وبنعرف دائما أي نهر يعني، النهر إذا بتزت فيه بتكب فيه حجرة، أول شيء بيطوف الشوائب أو شو بيقولوا الأوساخ اللي بداخله بتطلع بتطفو على السطح، وبعدين بينضف النهر. وبالتالي هيك راح يصير برأيي أنا، هيك بتوقع يعني راح يصير بسوريا. يعني ممكن تتنظف من هدول الناس اللي فعلا سرقوا أحلامنا وسرقوا ثورتنا وسرقوا الحق اللي نحن ناضلنا كتير من شان نوصل لوطن سواء يعني نوصل بعد مليون آخر من الشهداء وتضحيات ممكن يكون لسه في تضحيات تانية أكيد يعني، لأنه لسه ما خلصنا، لسه بداياتنا يعني لحد الآن يعني. هلأ تركيا راح تاخذ قسم من سوريا، الجنوب رايح تقريبا، الشمال يعني كله رايح، كله تقسم. العوائل السورية قسموها، الناس مهجرة، الناس بالخيام، الناس يعني هاي انتم كمان قضية الكرد قضية كتير كبيرة ومن زمان الناس بتشتغل عليها، او الشعب الكردي بيشتغل بشكل كتير كبير. كان في لهم مناصرين من السوريين العرب، لكن مو بالشكل الكافي اللي انتم او حتى نحن بنتمناه. حتى ثورتنا، حتى القضية السورية ما كان إلى هذا التضامن وهذا الزخ الوطني إلى حتى تنجح أصلا، ما كان في هيك شيء. ببداية الثورة كان في قوى ديمقراطية، كان في شخصيات ديمقراطية شاركت بالمظاهرات وشاركت بالثورة، لكن بعتقد أنه انسحقت تحت أقدام المعارضة أو الأحزاب الإسلامية يعني، ما في غيره الإخوان المسلمين يعني، بدي أقولها هيك بشكل واضح وصريح. ما صار لهم أي دور، ما قدروا ياخذوا دورهم بشكل كتير كبير إنه يكونوا هني قادة الثورة فعلا.
وبعده لحد الآن هن شخصيات مستقلة ديمقراطية وطنيين فعلا، وعم يحاولوا حاليا يشتغلوا على لم شمل صوت السوريين، لم شمل القوى الديمقراطية، لم شمل أي حدا بينتمي فعلا وبيحاول أنه ينتمي للقضية السورية أو للقضايا السورية بشكل عام. أشكرك. سنعود إليك بالسؤال الأخير أستاذ صلاح. سؤال هام جدا. كل الكرد ليسوا فقط في عفرين وفي سريكاني وجريسبي، إنما كل مكان يوجد فيه كردي حينما ينظر لعفرين، حينما ينظر لما يحدث في عفرين وأخواتها، يعني يخشعر له أبدان، ولكن يقول بحسرة في ألمه أن أبناء جلده شركاء فيه، وخاصة سلطة أمر الواقع الموجودة التي بعيدة كليا البعد عن الفكر القومي الكردي، يعني ويعني أصبح إن لم نقل وباء على الكرد، أصبح حملا ثقيلا. وفي المقابل نرى ما كان يعقد عليه الآمال المجلس الوطني الكردي قادته انحرفوا لملذاتهم، وأصبح أنا وما بعدي الطوفان. قادة أحزاب المجلس الوطني، خلينا نكون واقعيين، صفى عبارة عن يتمسكون بأسنانهم وأظافرهم أيضا لكي يكونوا في الائتلاف الوطني أو اللا وطني، الائتلاف التركي وليس السوري. يعني نحن يعني هل هذا التشرذم والتشظي في البيت الكردي سيستطيع أن يحافظ على الهوية القومية والوطنية لعفرين وأخواتها من المدن الأخرى الكردية والسورية عامة؟ يا سيدي، المشكلة أنه التشظي أو المشاكل تبدأ من القوى السياسية، بغض النظر مثل ما سميتها أنت بأحزاب المجلس الوطني أو بسلطة الأمر الواقع. هاي الأحزاب السياسية الكردية في سوريا لم تفكر. ما له علاقة بالكردية يعني. أي بس دقيقة، لا خلها. أنا يقول عن أنفسهم وأنا وياك، هنا يقولون نحن ما لنا علاقة بالكردية. لا، هم سياسيا ليس لهم علاقة، لكن هم جزء من شعبنا، هم من هذه المناطق أكثريتهم. طبعا هناك غرباء يحكمونهم ويديرونهم ويوجهونهم ويستغلونهم، هؤلاء الغرباء تربوا في معسكرات البقاع ودمشق وغيرها على أيام حافظ الأسد، فهذا ليس بجديد. لكن كان هناك تقصير كبير من أحزاب الوطنية أو أحزاب الحركة الكردية، كان هناك تقصير كبير، وبعدها اضطروا بفكرهم أنه يتفقوا مع المعارضة السورية. لكن المعارضة السورية نرى شخصيات كانت ديمقراطية أمثال ميشيل كيلو وغيره صاروا يخضعوا لأجندات، يعني والذين وقعوا على 700 شخص ضد، يعني عريضة ضد صاروا يعني. نعم وقعوا في برنامج يعني لأنه يعني كان يعني متوقع تحت أجندات وينكرون أو يتهمون الشعب الكردي بشتى الاتهامات. هذا هو الواقع الموجود، ومشكلة سوريا لن تحل، يعني ليست بأيدي الأكراد، ولكن الأكراد جزء من هذا الشعب في سوريا، والقوى العظمى هي التي حاليا بإمكانها حل المشكلة، وهذه المشكلة بقناعتي ستدوم، لأنه لسه بعدين في هناك تغيير ديموغرافي في كل المناطق، مو بس الكردية، حتى في دمشق هناك تغيير ديموغرافي. تماما أنا قصدي نعم إيرانيين لا نريد أن نذكر كل الأشياء، بس هناك تغيير ديموغرافي في كل سوريا. هناك يعني نقل أهالي الغوطة إلى إدلب، ونقل أنا سؤالي إيرانيين إلى دمشق. وكونك ناطق عن التجمع المدني بعفرين، يعني
كيف تحافظون يعني الآن عفرين وجريسبي وسريكاني أكثر مناطق يعني خضوعة لأشرس سلطة عنصرية، هي سلطة أردوغان التي تكره الكرد لحد الإبادة يعني، والآن تمارس كل الممارسات اللا أخلاقية الإجرامية الإرهابية في مناطقنا. كيف نحسن نوقف ونحافظ على هويتنا؟ السلطة في سوريا من أيام، مثل ما قلنا، من أيام الوحدة مع سوريا كانت دائما ديكتاتورية، ودائما بس الأسلوب كان يختلف بالشراسة من فترة إلى فترة. بعدها يعني سلطة الأمر الواقع اجت بالاتفاق مع السلطة السورية، النظام السوري، لم تجي من خارج الاتفاق. يعني تسليم كل مقرات المخابرات والأمن والدوائر الرسمية إلى سلطة الأمر الواقع تسليم سلمي ميداني، هاي تفضلوا استلموهم، واستمرار، وحتى هم استمروا. لكن القمع الآن الموجود، الحقد أو الانتهاكات التي تحصل الآن تفوق ما كانت تحصل قبلا. يعني هلا مثلا إيش ذنب الأشجار يقطعوا أكثر من 40-50 ألف شجرة زيتون بعفرين أو أشجار الأخرى، بيوت الناس. بعدين في تهمة موجودة عند هذه الفصائل أنه والله فلان كان متعاون مع سلطة الأمر الواقع، لكن ويعتقلونه. فطيب إذا كان متعاون ليش ما بيحكموا عليه؟ ليش بياخذوا $1000 وبتركوه؟ إذا المسألة مسألة سرقات، مسألة فدية، مسألة يعني اضطهاد وتغيير. وطبعا هذه الأمور كلها تحصل أمام أعين السلطات التركية. ونحن في هذه المناطق، إن كان في جريسبي أو سريكانية أو كل المناطق التي وقعت تحت وطأة هذه الفصائل وتركيا، نقول أنه لا يمكن لنا إلا بإخراج هذه الفصائل من هذه المناطق، بعودة هذه المناطق إلى أهلها لإدارتها. وهذه لا تتم إلا بالمطالبة والعمل بالحماية الدولية لهذه المناطق، لأنه لا عمليا كل الدول الكبرى غمضت أعينها. يعني أمريكا غمضت عينها، روسيا غيرت. ألا تعتقد حل مشاكل ومآسي وآلام عفرين وغيرها وسريكاني وأدلب وكلها مرتبطة بحل الأزمة السورية ككل؟ يعني إذا لم يكن هناك حل شامل في سوريا، نعم، ولكن هذا الحل، لكن هذا الحل إذا كان على أساس عادل وقرار مثلا من مجلس الأمن 2254 يكون فيه نوع من الحلول المنطقية. أما سوتشي وغيرها واستانا وغيرها، يعني هذه الأمور طرحت وقبلت بين روسيا وإيران وتركيا وغيرها، كل واحدة لها مصالحها، كل واحدة لها دورها، وتوافق بين هذه المصالح جرت، ليس توافق على مصلحة الشعب الكردي. حتى تلك المعارضة التي كانت ترحب بهذه الاتفاقات، أنا أراها هذه كمان كانت أجندتها وهم يخضعون لأجندات هذه الدول الإقليمية أو الدول الأجنبية بكاملها. فالصراع في سوريا لا يستطيع إلا بحل عادل لكل الشعوب في سوريا. وهذا الحل أنا أراه بإقامة نظام فيدرالي، أن لا نخاف من شيء اسمه نظام فيدرالي. وأستاذة سميحة وافقتك ودعت إليها قبلك، وأشكرها وأشكر كل من يتفهم. المهم أن تكون هناك عمل مدني في كل منطقة، في كل دائرة، في كل قرية، أن يقوم أصحابها بإدارة أنفسهم، بحماية أنفسهم، ليس أن نشكل قوى عسكرية، لا، بمفهوم وثقافة يجب أن نعود العمل المدني. نعود أبناء القرى التي أو المدن التي
تمارس فيها نهج التغيير الديموغرافي يجب أن يعود سكانها إليها، يعني كمان هذه نقطة طبعا يعني. وهذه لا يمكن أن تتم إلا بإيصال صوتنا وبالعمل الجاد لكي تفتح ممرات، يعني بواسطة منظمات إنسانية عالمية، ممرات آمنة لإرجاعهم، لأن هناك عوائق. فتصور مواطن من عفرين أو أهل عفرين لا يستطيع الدخول إلى حلب، السلطات السورية تمنع دخول أي عفريني إلى حلب إلا يكون عنده سند إقامة. يعني إلى أي درجة وصلت الأمور. وهناك نازحون من عفرين ولاجئين إن كان في مناطق الشهباء وغيرها وفي حلب وفي تركيا وفي لبنان وفي أوروبا يريدون العودة، ولكن لا توجد طرق ولا توجد معابر لإرجاعهم، وهناك خوف على حياتهم كذلك، لأنه مثل ما قلنا هاي الأعمال اللي عم يقوموا فيها عم بتحاولوا أصلا بقيامهم بهالأعمال هي إخافة الشعب الكردي وعدم الرجوع، عدم التمسك بأرضه، عدم التمسك ببيته. ولكن الشعب واعي. لقد كنا بعد 2018 بعد ما دخول القوات التركية لعفرين ب3 أيام بدأت انتفاضة العودة لعفرين، وكانت ذروتها في 5/5/2018 عندما كانت قوافل الناس تعود إلى عفرين. ولكن كانت هناك أيضا موانع من قوى الأمر الواقع وغيرها التي تمنع الناس من العودة، وهي كانت دافع من تهجيرهم كذلك. تماما أستاذ صلاح. سنعود بسؤالنا الأخير إلى الأستاذة سميحة، أو بالأصح اللي أثبتت في هذه الحلقة بدي أسميها الأستاذة حكيمة. حكيمة بكل آرائها، كانت حكيمة بطروحاتها، بجرأتها، بإنسانيتها أولا، ثم بوطنيتها السورية ثانيا. وفعلا أستاذة سميحة كنت اليوم رائعة جدا جدا. كما يقولون اللبنانيون عسل مصفى تماما، يعني إنسانية، وطنية، إخلاص حقيقي. يعني الله يكثر من أمثالك، ما تكوني من النادرات، كونك سميحة نادر، فإن شاء الله تكوني من الكثيرات. شكرا، أشكرك. يعني حقيقة أنا سعيد جدا معكم اثنيناتكم ضيفين عزيزين. لم يبقى لدي أي سؤال فعلا، ما يعني وفيتوا. أتمنى يعني أن أسمع من سميحة الحكيمة قولا حكيما لكل السوريين بكل مكوناتهم، كيف سنبني سوريا المنشودة التي نرنو إليها، تكون لكل السوريين بدون أن تكون لا عربية ولا كردية ولا أشورية ولا مسيحية، تكون سوريا وطن للجميع، وطن عادل. آخر كلمة لك. بالحوار السوري وهذا أنا بناشد كل السوريين من خلال قناتكم، خلونا نتحاور، خلونا نحكي أوجاعنا، آلامنا، خلونا نحكي يعني نترفع عن أي شيء ممكن يكون في خلاف بيننا، نشوف المشتركات اللي بيناتنا ونحكي فيها، نتفق عليها، والاختلافات ممكن بعدين تنحل يعني. لكن ضروري جدا السوريين يتحاوروا فيما بينهم ويتفقوا على انه هن فعلا بدهم يبنوا بلد، بدهم يبنوا وطن. هن يعني نحن خلال فترة كتير طويلة نحن ما كان عندنا وطن، يعني مو بس الكرد، الشعب الكردي هو كان مظلوم، اكيد مظلوميته اكبر بكتير يعني من الشعب العربي او الشعوب الاخرى، لكن كل الشعوب بالمنطقه كانت مضطهده ومستلبه حقوقها. يعني انا يعني اذا بدي احكي حوادث سواء شخصيه او مناطقيه يعني فيني احكي فيها كتير، وتحديدا يعني مثلا بالساحل يعني فيني احكي كتير قصص. الظلم اللي وقع على الشعب السوري ظلم كتير كبير، ويعني من قتل، من تهجير، من تعذيب، من اعتقالات، من اغتيالات، حتى يعني جابوا لنا كل
شو بدي احكي، كل زنات العالم جابوا لنا اياهم على سوريا، وكله يعني المسؤول الاول بصراحه يعني صحيح نحن بنحكي عن الاحتلالات الاخرى او بنحكي عن الفصائل اللي بدنا نسميها ارهابيه او هي ارهابيه بالاساس، المسؤول الاول والاخير هو هذا النظام الدكتاتوري المستبد اللي زرع السم وزرع نار الطائفيه ونار حتى القوميه. يعني نحن يعني ليش يعني حتى بين القوميات هذا الحقد اللي موجود اللي عم نشوفه ليش موجود؟ يعني مو لانه الشعب هو بده يكره بعضه، ولا لانه انا بنت حلب بدي اكره ابن عفرين او ابن عفرين بده يكره ابن الدير، لا بالعكس، نحن قادرين نتعايش، نحن قادرين نكون جيران وقادرين نكون مواطنين ومواطنين صالحين كمان، يعني حسب المفاهيم اللي بيحكوها. لكن هذا النظام ما ترك لنا اي مجال واي مكان لا نكون فيه. يعني حتى بدي احكي بموضوع العوده اللي عم يحكي علي، مش يعني حكى عنه الاستاذ صلاح مشكور. موضوع العوده انا بعتقد كثار من السوريين، من اهل عفرين، من اهل حلب، من اهل كوباني، من اهل كله، يعني كله بيتمنى يرجع لبلده، يرجع لمنطقته، يرجع لبيته، يرجع لارضه، لكن ما ضل لنا شيء. يعني تحديدا هلا موضوع الحوار كان من شان عفرين او عفرين واخواتها، من شان الشمال. يعني ذكر الاستاذ صلاح بالبدايه عن المنطقه الشماليه بسوريا انه كانت كلها تابعه للامبراطوريه العثمانيه. صحيح هذا الحكي، وهلا حاليا الطيب أردوغان بده يسترجع الإمبراطورية العثمانية مثل ما كانت أول، لكن هي بعتقد لو أنه يتقيد باتفاقية لوزان ويترك السيادة لحالة، سيادة بلاد الشام يتركها نهائيا، بيكون شكرا له إذا بيتركنا بحالنا، لكن هو ما راح يتركنا. حلم إبليس بالجنة يعني مثل ما بيقولوا تماما. ما بنعرف هو حلمه هو او حلمنا نحن بالجنه، ما بنعرف. لا اكيد سنعود بالنهايه مهما انتصر الشر، ولكن الانتصار الابدي سيكون للخير للاحرار، وهذا ما اثبته التاريخ. يعني اكيد نحن عم نشتغل على هذا الاساس. يعني هلا كثير يعني بتلاقي محللين سياسيين بيحكوا كثير على اساس انه الواقع هيك، نحن ما عاد قادرين نقرا واقع اصلا، لانه السياسات الخارجيه كل يوم عم تتغير، كل يوم عم تتغير، كل يوم عم تتغير. يعني ما بعرف هلا السياسي الجديد يجب ان نغير افكارنا وقيمنا واهدافنا الاستراتيجيه وبعد نظرنا تماما للمفاهيم الوطنيه لتحديد الهويه الحقيقيه للوطنيه. تمام. نعم، يجب أن نغير نظرتنا نحن لبعضنا. أهم شيء نحن لأنه الشعب السوري بصراحة من كتر ما أخذ خيبات وانكسارات من اللي يعني قدم نفسه على أنه هو داعم أو هو صوت الشعب، طلع بهاي الطريقة، طلع هو يعني طلعنا من مثل ما بيقولوا بسوريا من تحت الدلف لتحت المزراب. فما عاد يثق بالسياسيين، ولا عاد يثق بالتحليلات السياسية، ولا عاد عنده أمل بأي شيء. يعني لربما يعني هالقوى الديمقراطية وهالشخصيات الديمقراطية يعني تلم شمل بعضها وتصير جسد سياسي، تكون هي قادرة أنه تكون أداة ضغط للقرار السياسي الدولي العالمي. لربما نقدر نشتغل شيء، نتمنى نتحاور مع بعض ونكون مع بعض. وشكرا كثير لكم. العفو. يعني بمختصر نصف دقيقة، كنت تتمني أن أسألك سؤال وما سألتك إياه؟ والله ما بعرف، كنت حاطة بذهني كثير أسئلة بس أنا نسيتهم. يعني حتى موضوع الحلقة ما كثير حكينا فيه. يعني لما دائما لما بيكون الموضوع في له علاقة بالقضية الكردية بياخد منحى آخر بالحديث. يعني
وأنا حتى وذلك يعود لكل مناحي العذاب الذي تألمه الشعب الكردي يعني طوال يعني القرن الأخير يعني. صح. وكنت امام استاذ كثير كبير يعني الاستاذ صلاح زيباري، وانا يعني انا كثير طفلي بالسياسي، ما كثير بعرف بالسياسي استاذ صلاح، فيعني انا انظلمت يمكن بهيك شيء يعني. بالعكس اليوم حسيت الله يسلمك. كنت ياسمينة البرنامج شمينا ريح الوطنية، ريحة الوطنية الحقيقية، روح الإنسانية، روح الوطنية الحقيقية من سميحة نادر التي نتمنى أن لا تبقى نادرة في مجتمعنا ويكون الله يكثر منهم يعني. شكرا. آخر كلمة بدقيقة أستاذ صلاح لك، ماذا تقول لشعبنا السوري عامة والكردي تحديدا؟ أولا أشكر الأخت سميحة على مواقفها، وأتمنى أن نلقى ويستمر حوارنا مع كل الديمقراطيين السوريين الذين يتفاهمون القضايا في سوريا. الشيء الثاني، أنا ممكن حكيت أكثر عن منطقة عفرين باعتبار كان سؤال الحلقة هو عن عفرين وأخواتها، وطبعا اضطررنا نحن بعدين الشعب الكردي في سوريا أو المناطق اللي كنا فيها، إن كان عفرين، إن كان كوبانيا، إن كان جريسبي، سريكانية، وحتى مناطق الأخرى، خضعنا لثلاث سلطات. يعني نحن في عفرين وسريكانية وجريسبي نخضع لديكتاتورية حزب البعث، لسلطة أمر واقع، والآن لسلطة احتلال أو سلطة فصائل مسلحة تحاول القضاء على كل فكر ديمقراطي، على كل فكر تنويري، على كل شو اسمه. فلذلك نعمل أن نستطيع أن نتخلص من تلك العقليات القديمة التي كانت تفرق بيننا، أن نستطيع أن نزيد الوعي الثقافي، الوعي الأخلاقي، الوعي المدني بين الناس، لكي نستطيع عن طريق العمل السلمي والحوار والوصول إلى نتائج مرجوة وفيها خير لكل أبناء سوريا، يعني مو لمنطقة محددة، لكل أبناء سوريا. ونحن باسم الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا نتمنى لكم كل الخير، لكم ولشعبنا وكل مشاهدينا ومتابعينا الأكارم، وأتمنى أن لا نكون ما نكون وضيوف ثقلاء عليكم. أولا ضيوفي الكريم يعني الكرام، أنه كانت أسئلتي فيها نوع من الإحراج، أتمنى إذا كان في ذلك فيها إحراج أتمنى أن تدركوا أنها غير مقصودة، وإنما الغاية منها هي يعني الوصول لنقاط مشتركة في الحوار كما دعيت إليها أستاذة سميحة، لنتحاور بالحوار السليم نبني الوطن السليم. أشكركم جدا جدا أستاذة سميحة نادر، الأستاذ صلاح زيباري مع حفظ الألقاب، كنتم نجوم اليوم، نجوم حواراتنا، نجوم بيف تي في، نورونا دائما. ألف شكر أستاذ سليمان، وشكرا للأستاذ صلاح. بس بدي أقول له كلمة للأستاذ صلاح، أنا ما بتمنى حدا يشكرني على مبادئي وقناعاتي يعني، أنا لا أحرج من أي سؤال يطرح علي إن كان أستطيع أن أجاوب بقناعاتي وآرائي فقط، يعني لا ولا أشكرك أشكرك وأشكر كل من يؤمن له مبادئ ديمقراطية ويؤمن بهذا العمل الديمقراطي وبالعمل المدني. أشكر الجميع ولست أنت فقط، وأشكرك من ضمنهم. ونحن نشكركم جميعا، نشكر باسمكم، نشكر كل مشاهدينا الكرام، ونعدهم بأن الحلقة القادمة ينتظرون يوم الخميس القادم موضوع جديد وضيوف جدد، ونتمنى أن تكون سوريا منتقلة لمرحلة جديدة،
المرحلة التي طرحتوها أنتم ضيوفي الأعزاء. دمتم بخير وفي رعاية الله.